من فترة كده لما بدأت دروس ثانوية عامة بدأت أخد بالي إن وزني بدأ يزيد جدا، وبقيت ألبس هدوم واسعة عشان محدش ياخد باله. فواحدة صاحبتي قالت لي طب ما تشربي جنزبيل، ده بيخسس جدا، وأنا خسيت 10 كيلو لما شربته. رجعت يومها البيت وفضلت أدور على جنزبيل لحد ما لقيته، وكل يوم كنت بشربه مرة الصبح ومرة بالليل، وبقيت أبدع فيه بقى، مرة أعمله بالليمون ومرة تانية بالقرفة، وكل ما أشربه بطني توجعني وأنا أقول عادي بيحرق الدهون ربنا يعينه. وبعد ما الجنزبيل خلص رحت أقول لماما عشان تجيب لنا تاني، قالت لي ان احنا ما عندناش جنزبيل اصلا. وطلعت بقالي اسبوع بشرب البهارات اللي بتتحط على اللحمه. تاني موقف، بس تخيل يعدي اسم سيدنا محمد وما تعملش اعجاب ولا حتى بتصلي عليه في التعليقات. كنت رايحه اشوف البنت اللي اخويا عايز يخطبها، ودي كانت اول مره اروح اشوفها فيها، وتقريبا كده كانوا متخانقين قبل ما تيجي، لان من اول ما جيت وهي متضايقه ومتعصبه. فحاولت الطف الجو شويه وبقول لها بس انت اموره وشكلك صغيره. فرحت وقالت لي بجد؟ طب تديني كام سنه كده؟ قلت لها يعني 27 سنة مثلا. المشكلة انها اتعصبت تاني عشان طلع عندها 24 سنة بس، وده كان كفيل انها تكرهني 20 سنة قدام.